السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين على أجمل متابعين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض حلوة من حلويات الشرقية اللي كتير جدا مننا بيعملها في شهر رمضان، وكلنا بنحبها وما بنختلفش عليها أبدا. هنعمل صوابع زينب. ازاي نعملها وتكون مقرمشة من بره ودايبة دوبان من جوه. كمان هخليكم تشوفوها بعد ما بتعملوها ب10 أيام بيكون شكلها ايه، محتفظة بيها، وبعد 10 أيام وأكتر كمان هيكون شكلها ايه من جوه. وهنعرف كمان سر طعمها المميز ده أثناء شرح التفاصيل. تابعوني خطوة بخطوة وهتشوفوا قد ايه هي وصفة سهلة جدا وبتطلع زي المحلات وأجمل كمان. يلا بينا نسمي بسم الله ونبدأ على طول في تحضير الوصفة. هنجيب بولة وهنحط فيها نص كيلو من الدقيق، 3 كوبايات ونص. انا بعاير بالكوبايات المعيارية، تقدروا توزنوا نص كيلو دقيق وتحطوه كده في البولة. عليهم رشة ملح صغيرة خالص. النص كيلو دقيق عليه كوباية من دقيق السميد المتوسط، معلقة صغيرة. شوفوا المعلقة دي قد ايه، معلقة صغيرة خالص قد معلقة الشاي كده من الخميرة. وهقول لكم دلوقتي امتى نستعمل معلقة كبيرة وامتى نستعمل معلقة صغيرة، وايه فايدة دي السميد المتوسط. هنزل دلوقتي بنص كوباية من الزيت، نص كوباية اهي من الزيت، وهنحط كمان معلقة من الزيت. وهكتب لكم تحت الفيديو المقادير بالكوباية وبالجرام. وعايزة اقول لكم ان الوصفة دي انا بعملها من سنين وعمرها ما خذلتني، يعني دايما بتنجح معايا. معلقة كده علشان الطعم والذوبان من السمنة البلدي. نقدر نستغنى عنها؟ طبعا ممكن نستغنى عنها، لكن بتفرق جدا في الطعم والريحة، وكمان بتدي ذوبان. شوفوا معلقة واحدة على نص كيلو هتفرق جدا. فانا مستعملة سمنة بلدي، يعني زبدة كده جاموسي بلدي، وانا مسيحاها ومحولاها لسمنة، فانا اخدت منها معلقة بس كبيرة. اول خطوة في نجاح صوابع زينب ان احنا نبس العجينة كويس جدا. هنبس الدقيق ده بالمواد الدهنية، بنص كوباية الزيت ومعلقة الزيت وكمان معلقة السمنة. هنبسه بقى كويس قوي قوي قوي، وما نكسلش بقى خالص في المرحلة دي. يعني ممكن كده تبسي 5 دقايق وتريحي كده ولا حاجة، دقيقتين، وبعدين ترجعي تبسي كمان شوية. وممكن طبعا في العجان كده تستعملي الكف وتبسي الدقيق بالمواد الدهنية. بصوا بين ايديا كده، انا حبيت اوريكم الطريقة. بندعكها كده في بعض، ندعك الدقيق كله كده مع المواد الدهنية وندعك جامد جدا. بصوا لحد ما يبقى زي بالظبط يعني الرملة المندية او بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تشوفوش ذرة دقيق واحدة. بنضغط عليه كده بيبقى بقى ايه، بتفرفط معانا خالص. هو ده بقى المطلوب علشان صابع زينب تطلع معانا دايبة جدا جدا من جوه، حتى لو استعملتوا زيت بس. يبقى السر دلوقتي مش في السمنة ولا في اي حاجة، السر في ان احنا نبس العجينة دي كويس جدا. مقدار المية اللي هستعمله على المكونات دي 1.5 كوباية من المية. تقدروا تختبروا بس الأول تحطوا 1.25 كوباية، وبعدين الربع كوباية التانية ده هتنزلوه بالتدريج. ممكن تاخد معاكم أكتر من 1.5 كوباية بمعلقة أو معلقتين وبس. وهتشوفوا معايا دلوقتي قوام العجينة ناجح جدا. أول حاجة أنا بخلط بس كده في الأول بالمعلقة، وبعد كده أول ما أقدر يعني أعجن أو ألاقي بقى العجينة تقلت على المعلقة، هدخل ايدي بقى دلوقتي واعجنها بايدي. هي ما بتاخدش عجن كتير خالص، بتاخد حوالي 7 دقايق كده ولا 5 دقايق. المهم عجن كويس علشان العجينة تبقى ناعمة معايا. خلطنا بقى كده، وهننضف بقى المعلقة ونبدأ نعجن كويس. العجينة بتبقى يعني طرية كده، ما بتاخدش اي وقت معاكم، مش زي عجينة المعجنات صعبة. لا، دي فيها مواد دهنية كده كفاية، فعجينها بيبقى سهل سلس كده في ايدينا، مش بيبقى صعب. وكمان الكمية يعني صغيرة، وهتطلع لكم كمية كبيرة جدا. تقدروا طبعا تعملوا نص المقدار ده بس. انا علشان بحتفظ بيها فترة طويلة جدا جدا في التلاجة او حتى بره التلاجة في فصل الشتاء، علشان كده انا بعمل بقى بالمرة كمية حلوة. اجاوب بقى على سؤال دلوقتي هيجيلي، انا ليه ما بستعملش سميد ناعم في وصفة صوابع زينب؟ انا عاوزاها مقرمشة اكتر، وعايزاها تفضل معايا كده وقت طويل، وتبقى مقرمشة من بره ودايبة من جوه، فما ينفعش ان انا استعمل سميد بسبوسة.
لانه ناعم جدا وبجد يعني ما بينجحش خالص في الوصفة اللي زي كده. لو عايزينها تنجح 100% استعملوا سميد يا اما خشن يا اما سميد متوسط. يبقى لما تروحوا تشتروه قولوا للعطار او السوبر ماركت احنا عايزين سميد يكون وسط ويكون طبعا نضيف، يعني ماركة كده مضمونة. بصوا بقى قوام العجينة دلوقتي ناعم جدا، وهتشوفوا معايا دلوقتي ملمسها وقد ايه سطحها ناعم واملس جدا. انا عجنتها حوالي 7 دقايق. بصوا شكلها عامل ازاي. هنريح العجينة دي وانا مغطياها كده حوالي مثلا 5 دقايق. سؤال تاني هيجيلي دلوقتي، هو احنا امتى بنستعمل معلقة كبيرة من الخميرة وامتى نستعمل معلقة صغيرة من الخميرة زي ما انت استعملتي في الفيديو؟ في فصل الشتاء جدا من اول شهر 2 كده او اخر شهر 1 في الشتاء قوي قوي تقدري تضيفي على العجينة دي معلقة كبيرة من الخميرة وبس تشتغلي على طول، يعني ما تعمليش كمية كبيرة وتكوني شغالة فيها على طول وتقليها على طول. لكن طبعا دلوقتي لسه الجو يعني مش برد قوي قوي، فتقدري دلوقتي تحطي معلقة صغيرة بس، لان هي لو اتحط عليها خميرة كتير هتنزل في الزيت وهتكبر جدا وهتفتح ومش هتبقى معاكي احسن حاجة، يعني شكلها مش هيبقى حلو. علشان كده انا حطيت معلقة صغيرة من الخميرة. اللي هيشوف طريقتي قبل كده على المواقع التانية الفيسبوك وعلى صفحتي على الانستجرام كنت حاطة معلقة كبيرة من الخميرة وانا قلت السبب ليه. دلوقتي هحضر بقى الصواني واحضر الميزان والمفرش بتاعي او الكيس بلاستيك مفتوح علشان ابدأ دلوقتي اشكل في العجينة. حضرنا الصواني، يعني ايه، حطينا عليها اكياس بلاستيك كده، وهناخد بس جزء من العجينة مش كلها، ربع كده من العجينة، وهنبدأ دلوقتي نفرده رول. وهقول لكم طريقة سهلة جدا من الطرق يعني السهلة اللي بنقطع بيها وبنوزن بسرعة علشان ما ناخدش اي وقت. ممكن كمان ما تستعملوش ميزان خالص، يعني بيبقى بالنظر كده. اخدنا قطعة وهنبدأ دلوقتي نلفها زي ما انا بلفها كده ونعملها رول. وتقدروا على فكرة ما تريحوش العجينة تشتغلوا فيها على طول من غير ما تريحوها 5 دقايق، بس بعد ما بتشكلوها بتريحوها كده 5 دقايق قبل ما بتقلوها. انا عملت رول وبدأت اقطع في الرول ده قطعة كده بالسكرابر او بسكينة عادي، واوزن كل قطعة صغيرة. عملتها 10 جرام، ممكن 9 ممكن 8 جرام، مفيش اي مشكلة. 7 جرام هتبقى صغيرة جدا ممكن تنشف معاكم في الزيت، و11 او 12 جرام هيطلع صوابع زينب ده كبير شوية، فمن 8 ل10 كده حلو جدا. بصوا بقى بعد ما خلصتهم كلهم لفيتهم كده وسبت الصوابع من غير اي تشكيل ومغطياهم، وهبدأ بقى في اول صينية انا عملتها في تشكيلها. يعني انا عملتها صوابع كده كل الكمية، وطبعا لازم تغطوها لان دي السميد بينشف بسرعة. جبت بقى منخل عندي سلك او اي حاجة انتوا بتحبوا تعملوا عليها الشكل ده، عندكم اختيارات كتير جدا. وبنفردها كده مستطيل، يعني بناخد القطعة اللي انا عملتها دي بفردها كده بسيط وما بططهاش يعني قوي، يعني مش بخليها رفيعة وبعدين ألفها كده هتنشف معايا، لا خلوا فيها سماكة شوية. حتى لو رفعتها من النص كده ما ترفعوهاش من الحروف، علشان لما بتنزل في الزيت طبعا هنقول في الفيديو على كل خطوات التسوية علشان تطلع معانا دايبة من جوه جدا ومقرمشة من بره. بس نتبع خطوة خطوة. دلوقتي أنا برقها بسيط من النص وبخلي الأطراف فيها سماكة. بصوا أنا بقفلها كده، طبعا بتفتح حاجة بسيطة كده في الزيت، وهتشوفوا معايا قد إيه شكلها بيطلع حلو جدا. بضغط عليها كده، عملت كذا واحدة علشان تشوفوا سهلة جدا جدا، وأسهل حاجة وأجمل شكل هو شكل المنخل ده، وبيتباع منه صغير كده تقدروا تجيبوا وتخلوه عندكم على طول، يعني بيفضل على طول. شكلنا كل الكمية وحطيناها على نفس الصواني وغطيناها بالأكياس البلاستيك هي. بصوا شكلنا كل الكمية ازاي. بعد ما بنشكل كل الكمية واحنا شغالين، طبعا انا شغالة لوحدي علشان كده اول صينية انا شكلتها هبدأ على طول في التحمير. بصوا بقى محضرة جنب ايه، مصفى علشان لما اطلع من الشربات واحط فيها، وبولة هنحط فيها الشربات التقيل اللي كنت عملت معاكم الفيديو اللي فات، وكمان الصوابع، وزيت كده. انا حاطه في الطاسه دي مقاسها 30، حاطه فيها لتر الا ربع من الزيت عشان الناس اللي بتحب مقادير كل حاجه. سخنت الزيت كويس جدا جدا جدا، وبعدين نزلت باول طاسه. وعايزه اقول لكم على ملحوظه، يعني
الاول شوفوا معايا السيرب اللي عملناه مع بعض. السيرب ده يا جماعة هينقل صوابع زينب دي في حتة تانية خالص. سيرب لونه حلو ذهبي، طعمه كراميل جدا، يعني طعم الحلويات مختلف خالص عن السيرب التقيل اللي احنا بنعمله المعتاد بتاع الحلويات الشرقية العادية. هسيب لكم لينك الفيديو ده تحت الفيديو. بجد انتوا هتدعوا لي لما تجربوا السيرب ده مع صوابع زينب. عايزه اقول لكم بقى، الطاسه لما بتكون سخنه جدا جدا، اول ما بتحطي صوابع زينب بتفتح معاكوا اكتر، يعني بتفتح سنه كده. انا هنا سبت الزيت برد شويه صغيرين، وخليت درجه الحراره متوسطه مش عاليه قوي قوي، وحطيت الصوابع. لقيت ان الصباع مش بيفتح قوي ولا حاجه، يعني هو بيفتح جدا قوي لما بيكونوا مسخنين الزيت على الاخر. فنصيحه يعني كده في الفيديو، خلوا درجه حراره الزيت متوسطه مش عاليه جدا. بعدين هنفضل نقلب كده ونسيب الصوابع في الطاسه قد ايه؟ بنسيبها حوالي 10 دقايق. كل ما بتحبيها مقرمشه سيبيها، يعني هتوطي النار وتسيبيها. في الاول مش بنقلب خالص بالمعلقه، بنحرك بس كده الطاسه. بصوا قافله ومش فاتحه يعني قوي، فاتحه حاجه بسيطه. وطبعا بتزيد شويه لما بتنزل في الطاسه، فما بنحطش كميه كبيره. حطيتها بقى في السيرب وسبتها 5 دقايق وهي سخنه، وبعدين صفيتها من السيرب او الشربات ده. تعالوا بقى نشوف النتيجه. ريحه طعم يجنن طبعا من السيرب الجميل جدا اللي احنا عملناه الفيديو اللي فات. وتقدروا طبعا تعملوا سيرب الشربات التقيل عادي جدا، اللي هو 4 كوبايات من السكر وكوبايتين من المية وعصرة نص ليمونة، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وتسيبوهم يغلوا 7 دقايق، وحطوا فانيليا وخلاص. هو ده السيرب التقيل، وسيبوه يبرد خالص، واعملوه قبلها طبعا بيوم. بصوا بقى الصوابع بتاعتنا ما شاء الله النقشة حلوة جدا، قافلة من بره، وفاتحة حاجة بسيطة بتتكسر معايا كده لانها مقرمشة من بره، ودايبه ودوبان من جوه، مش قادره اوصف لكم. بصوا شاربه الشربات جامد جدا، ومهما قعدت هي هتفضل شاربه الشربات ده. هوريها لكم دلوقتي بعد 10 ايام. يعني انا احتفظت طبعا بيها في علبه محكمه الغلق، وخليتها جوه التلاجة. طبعا تقدروا تعملوا كميه كبيره جدا وتسيبوها جوه التلاجة عادي خالص، ممكن تحفظوها في الفريزر مفيش اي مشكله. هنسمع بقى صوتها دلوقتي بعد 10 ايام. بص بقى القرمشة، هشوفوا بقى كمان الشربات من جوه عامل ازاي. مهما قعدت معاكم في التلاجة بتفضل بنفس القوام، بس تتبعوا الخطوات خطوة خطوة. وطبعا بنصحكم ان انتوا تعملوا السيرب اللي انا عملته قبل كده، لان بيديها طعم كراميل جميل جدا. بصوا الذوبان اللي جوه ده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتجربوه، وتشاركوني رأيكم في التعليقات، وكمان تشاركوني صوركم على الفيسبوك والانستجرام وصفات نعمة، ومتنسوش اللايك.